يلا شوية نشاط وحيوية النهاردة في عشة الطيور فوق على السطح في عز الحر. بس على مين؟ مش علينا طبعا. نصلي على الرسول ونبدأ مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة وسلامة. نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده بقى طلعنا عند الحيوان بتاعنا، احنا فطرناه طبعا الصبح، بس ده بقى شوية حركات كده فاضلين، فقلنا نطلع نحطهم لهم وشوية مية. وما تحشيش المية من قدام طيورك خالص، لان الجو حر والايام ده بصراحة احنا نفسنا مش متحملين الحر ومش متحملين الجو الصعب ده خالص. طلعت بقى حطيت لهم شوية من المية، مية نظيفة طبعا، وحطيت لهم بقى كان هنا قشر بطيخ وشوية عيش وشوية بقى رز، شوية فضلات من الأكل. شايفين بقى الفرخة اللي أنا هوريها لكم قصتها قصة وحكاية، وسبحان الله سبحانك يا رب. آه ما علينا. حطيت لهم بقى المية اهوت، مية نظيفة. الفراخ بتاعتنا ديت يعني كبير وصغير، مش كله سن واحد. في فراخ كبيرة قوي بقى لها حوالي يعني خشت على مثلا سبعة سبع تمن شهور، وفراخ بقى لهم 5 شهور مش كله. والبط بتاعنا ده طبعا متغير جدا عشان الجو حر، مهما بتأكلي في حوانك في الحر ده طبعا ما بيظبطش خالص. لو حطيت له، بصي لو دبحت له حتى وحطيت له لحمه مش هيتظبط، لان الجو حر جدا. وبياكلوا اصلا اي فراخ اي بط اي حوان، كلنا عارفين ان الحوان بتاع الصيف مش حلو خالص. حوان الشتاء يعني بياكل وبيبقى نايم مكانه كده ما شاء الله، ومفيش حر بقى، مفيش الكلام ده. الحوان بقى في البط وفراخك في الصيف بيبقى طبعا مهما تعملي له في الحر ده بيبقى صعب جدا، لان الجو بيبقى حر. احنا نفسنا يعني الناس كلها بتتبهدل في الحر. ما عليكي دي بقى طيور وحيوان اخرس ما تقولش ليك انا جعان انا عطشان انا حران. احنا جعانين بنجيب، عطشانين بنجيب. المروحه شغاله 24 ساعه ما بتطفاش اساسا. ما بنقدرش نخرج بره البيت لان الجو بيبقى صعب. دي بقى على الحيوان من فوق على السطح في عز الحر، عامله لهم ايه عشه مهما كان الجو بيبقى صعب عليهم جدا جدا. ربنا يلطف بيهم يا رب. شايفين بقى الفراخ مش كله زي بعضه، في كبير وفي صغير. الفرخه بتاعتنا اهي، انا ما نضفتش تحت حوالنا خالص بقالي حوالي شهر، ودلوقتي في الصيام كمان ما نضفتش تحتهم خالص لان الجو صعب. وبصراحه انا بطلع احط لهم الاكل وببص عليهم كده وبنزل جري، يعني مش كل الاوقات انا كمان اللي بطلع لهم. ممكن اطلع ملاك، اطلع اي حد يطلع لهم الاكل. طلع حسن ابني بيحبهم موت اصلا، بيروح يقعد قبلهم كده، بيحب اصلا الحيوان من صغره، كان معايا عند الحيوان. فقول يا حسن بقى انت ايه؟ الفراخ ده انا اللي مربيها مش انتي. ايوه ده من صغرها هم قد الفرخة الصغيرة اللي بتشرب دي، انا اللي مربيهم. ايوه حسن فعلا بيحبهم قوي قوي، وبيطلع عندهم دايما قاعد معاهم فوق. دي فراخي. دي فراخك يا اسطى، بعد أيوة. اذنك احنا ممكن نذبح منهم فرخه النهارده ولا ايه رايك؟ ماشي. نذبح ولا ايه؟ بح. البط بتاعنا همسك واحده منهم كده اشوفها عامله ايه. استنى كده ما نشوف. بس هم يعني مش تقيله قوي. انا عايزه ابص، هي البطه ما شاء الله طويله وما شاء الله جسمها حلو، بس خفيفه من الحر. شايفين ما شاء الله قد ايه؟ يعني المفروض بطه زي دي بتعدي لها 3 كيلو 4 كيلو من بدري، هي حوالي 2 كيلو ونص كده. مش ان هي كبيره قوي يعني، لا بالعكس يعني مش. شايفين حوالي يعني 2 كيلو ونص. يعني البطه زي دي، بصوا البطه اللي بيبقى ريحها طويل يعني هي طويله اصلا، المفروض تبقى كبيره. في بط بيبقى قليل كده وجسمه بيبقى قليل. هما برضو كان ما شاء الله، برضو لما الدنيا كانت طراوة كده كان ما شاء الله كان جسمهم جميل. كان جسمهم حلو وكانوا تقال. لما الحر كان جه ما شاء عليهم اه ما شاء الله حلوين، بس لما الجو حرر ما عادش يعني خس. الحيوان بتخس قوي قوي، يعني النص بالظبط في الحر ده، النص بالظبط. الحيوان بتخس منك، وانا لا مش هذبح منها. ما شاء الله وزنهم حلو. هم شكلهم كده تقولي ان هم صغيرين، بس بالعكس هم وزنهم حلو قوي قوي.
انت هتجري مني؟ لا ده انت مش عارفه انت وقعتي في ايد مين ولا ايه. برضو الفراخ يعني خست شوية ما هما شاء الله. خسوا شويه بس هما ما شاء الله البتاع العيش اللي كان عليهم ما كانش كده، ما كانش مقسم كله. دلوقتي ما شاء الله هي حلوه، مش خفيفه بس حلوه يعني ما شاء الله حلوه. انا هذبح دي، انا هاخد دي خلاص وهذبح. ما شاء الله حلو يعني وزنها حلو كويسه معقوله. هذبحها النهارده ان شاء الله ونجهزها بقى كده ونسيبها وقت ما نيجي نطبخها بقى يوم الجمعة ولا حاجة. شايفين بقى الفرخة دي، انا ما قلتش لكم قصة الفرخة دي من صورة. انا جبت الفراخ الفيومي دي، الفرخة دي زميلة الفراخ دي، فجبت الفراخ الفيومي دي من صغرها وصورتها معاكم اول يوم جيت. شايفين بقى بتتعوج ازاي وفجأة بتقوم معدولة، سبحانك يا رب ازاي انا معرفش. في وقت أكلها بتتعدل. وقت ما تاكل او تمشي بتبقى مظبوطة جدا كأنها طبيعية جدا جدا، مفيش فيها اي بس حاجة. ساعة شايفين ما بتاكل ازاي؟ ساعة ما هي بتقعد شايفين بقى بتقوم راجعة دماغها تاني عاملة بتعمل. ازاي تاني. سبحانك يا رب ساعة هي ما كانت حلوة وكل حاجة ومش فيها حاجة، بس هي احنا فجأة فجأة لقيناها كده كده، تلاقيها دماغها اتعدل. فجأة كده لقيناها سبحان الله بالطريقة ديت يعني سبحان ما الله. شاء الله حجمها جميل. يعني تقيلة مش خفيفة لأنها هي بتاكل. شايفين لا إله إلا الله يعني سبحان الله. آه مش البني آدم بس اللي بيتصاب يا جماعة، مش البني آدم بس يعني. شوف ده فرخ وحيوان أخرس، شايفين طبيعية خالص كأنها مفيش فيها أي حاجة نهائي، وفي لحظة بتقوم عاملة كده. أنا بصراحة مش راضية أذبحها أبدا، كل ما أطلع فوق أجيب أي فراخ تانية أو أي بط أو أي حاجة تانية وما برضاش أجي جنبها خالص، معرفش بروح أتفرج عليها كده وأشوفها سبحان الله. شايفين بتعمل ازاي، لا اله الا الله. هي زميلة الفرخة دي بس هي حلوت عن الأول. دماغها كانت الاول كانت اتغيرت لما جت تعبت كده، كانت خست قوي. وانا بصراحة قلت لما هي اتغيرت قوي كده وخست، لو ماتت انا مش هذبحها يعني، هفضل اسيبها حتى لو ماتت انا مش هذبحها يعني. مش متحملة ان انا اشوفها كده او امسكها او اذبحها بصراحة، قلبي وجعني عليها ومش عايزة اذبحها. الفرخة ديت ما كانتش بترفع دماغها خالص. شايفين بقى انا هذبح الفراخ بتاعتنا بقى. انا خدت الفرخة وطلعت بره عشان اذبحها. ممكن اذبحها لوحدي عادي، ممكن حد يمسك عليا برضو عادي. انا مش هذبحها بالشبشب كده، انا هخلعه وهذبحها انا بس بوريكم. وكمان اهوت هذبحها من هنا كده، انا بوريكم هذبحها ازاي وطريقتها ازاي. انا وريت لكم قبل كده فمش مضطره كل مره ان انا اوريكم يعني. خلاص انا ذبحتها اهوت وشهدت عليها اهو. خلاص اهو ذبحتها بقى، طلعت بره بقى بعيد عن الحيوان اللي في العشه خالص، اللي انا حطاهم في مكانهم. طلعت خالص، معلش بقى على سوء التصوير، الجو كان حر بره وما شفتش انا بصور ازاي بصراحه، ما انتبهتش بصور ازاي بصراحه. يلا مش مشكله اهو. طلعت بقى بره خالص بعيد عن البط وعن الفراخ، لان بقولك حرام تذبحي قدام اللي هو لسه صاحي، حرام تذبحي قدامه او يشوفك، فما اعرفش الله اعلم، او ان انت توري له السكينه او الكلام ده كله، الله ورسوله اعلم، فمش عارفه بصراحه. خلاص خدت السكينه بقى من مكانهم، اسيبها بقى لما تخلص خالص، ما تحطهاش في الميه وهي لسه كده لسه فيها الروح كده، ما تحطهاش خالص كده. انا بحط لهم ميه تغلي تحت طبعا عشان اول ما انزل بقى اعملهم على طول. مش مضطره ان انا كل مره اوريكم انا بنضفهم ازاي او بغسلهم ازاي او كده، عملتها معاكم قبل كده كتير، غسلتهم معاكم قبل كده ونضفتها. دي العشه بتاعتهم اهي، ودي عشه تانية بنربي فيها برضو. دي معمولة بالبال، لو التصوير كان مظبوط كان جايبها لكم كويسة. هي حلوة مش وحشة، بس مش عارفة هي جت كده ازاي، تحس ان هي سبحان الله زي الفرخة اللي جوا بالظبط. دي العشة اللي هم فيها اللي هي معمولة بالخشب ده، ابو حسن اللي عاملها، وين وابو حسن وحسن
وانت يا بعقل، انت يا اسطى، انت حد يقدر يتكلم؟ احنا عايشين على حسك يا ابني. تحس إن هو بحر. لا مش عارفة التصوير باظ مني كده ليه، الحمد لله. سامحونا على الشمس سوء برضه. التصوير، والشمس زغللت الشمس في عيني. انا ما بتحملش الحر اصلا، وكمان صايمة، ما اتحملتش ان انا ما اعرفش انا اتصورت كده ازاي، بس ما علينا. هناخدكم بقى جولة على السطح بتاعنا لما الفرخة بتاعتنا تطلع الروح بتاعتها براحتها. راح هتنط من على السطح. أم؟ الراجل بتاعتها هتنط من على السطح. أم. انا قاعدين في التاني فوق، في الدور التاني، وده سطح التالت. نروح الجو بقى. ساقع أوي. الجو ساقع موت، الجو بيشتي. نروح لفرختنا بقى ناخدها، وننزل بقى تحت عشان نمارس هويتنا. مش شرط ان انا كل مرة، هي خلاص الروحة طلعت بقى خلاص اهي. اخدها بقى في الجردة اللي انا كنت جايبه لهم فيهم المية، واحطها فيه، ونغسل بقى مكانها كده، وننضف الحتة اللي هي عكيتها ديت، لان مش هنسيب السطح كده طبعا. وننزل بقى في المطبخ نشوف هنعمل فيها ايه. مش شرط كل مرة ان انا انضف معاكم او اغسلها معاكم. انتوا طبعا شطار وستات بيوت شاطرة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة كان عجبكم، وقدرت افيدكم باي حاجة. واهو فيديو على السريع، خفيف لطيف. يا رب الفيديو بتاعنا يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. بحبكم في الله. دمتم في رعاية الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة عليكم جميعا. الفيديو ده نازل النهاردة، دوس لايك للفيديو كتير جدا، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس، وانتصروا مني كل جديد. باي باي.